السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه وانتوا بتشوفوني النهاردة ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد ووصفة جديدة ان شاء الله، يا رب تعجبكم. النهاردة هعمل لكم الشعرية الصعيدي بكل خطواتها. تابعوني بقى من اول فيديو لاخره، واللي لسه ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويفعل زرار الجرس على اشعار الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة ان شاء الله. ما تنسوش تدعموني بلايك للفيديو. يلا بينا نبدأ الفيديو. انا هنا عجنت عجينة الشعرية، هو بس عبارة عن دقيق ومية ومعلقة ملح. لازم يكون سمكها تخين قوي زي ما انتوا شايفين كده اهوت، وما بتلزقش في الايد. انا طبعا اختصارا للوقت عجنت العجينة كلها وبصور لكم الشكل النهائي بتاعها. بعد كده هجيب قطعة من العجينة وهبتدي افردها بالنشابة زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة في العجينة دي ان انتي بتكتري لها دقيق، على قد ما تقدري تكتري دقيق بحيث ان العجينة بعد كده لما تيجي تفرميها بالمفرمة ما تلزقش في بعضها وتبقى شعرية شعرية كده هم منفصلين عن بعض، ما تكونش ملزقة في بعضها. انا بفردها طبعا عايزة سمكها يبقى رفيع جدا. بفضل افرد فيها لحد ما اوصل للسمك اللي انا محتاجاه. انا طبعا بسرع الفيديو علشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. لما باجي افرد العجينة زي ما انتوا شايفين كده اهو، بضغط عليها من جوه من الوسط لبره بايديا الاتنين. انا مش عايزاها تبقى رقيقة في النص ومن الاطراف تبقى سمكها تخين، لا عايزاها تبقى كلها سمك واحد زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد ما افرد العجينة كلها بعد ما فردت العجينة كلها هبتدي بقى اقطعها بالسكينة كده بشكل طولي، وبعد كده هقطعها بالعرض. انا عايزاها تبقى زي كده زي ما انتوا شايفين مربعات صغيرة. ما تنسوش هي لما تتحط اصلا في المكنة هتفرد وهتطول عن كده، وهيبقى سمكها طويل، طولها هتبقى طويلة. ببتدي اقطعهم طبعا معلش بقى للذباب والحاجات دي، لان طبعا احنا موجودين فوق السطوح بتاع البيت والشمس وكده، فلازم نكون معرضين للحاجات دي. طبعا زي ما انتوا شايفين كده اهو. بعد كده هجيب المكنه بتاعه الشعريه احطها وانزل فيها الشعريه. هو المفروض انا باخدها بطولها من المكنه وبنزلها بطولها، بس بنتي بقى ما عرفتش عشان هي لسه صغيره فما عرفتش تمسك العجين كويس وتفرده على الصينيه. زي ما انتم ملاحظين انا حاطه دقيق كتير من تحت فرشاه على الصينيه، والمفروض ان انا دلوقتي هرش عليهم كمان دقيق من فوق علشان ما يلزقوش في بعض. انا مش عايزه الشعريه تلزق في بعضها، عايزاها تبقى كل واحده بوحدتها زي ما هي كده اهو. بعد كده هاخدهم بصينيتهم وهروح افردهم على، انا بكون حاطه ملايات على الارض في الشمس وبفرد الشعريه في الشمس وبسيبهم طول اليوم لحد ما ينشفوا زي ما انتوا شايفين، وبخليهم بعاد عن بعض تبقى في مسافات علشان برضو ما يلزقوش في بعضهم. زي ما انتوا شايفين بيبقى فيه دقيق كتير، ده مهم جدا. هي طبعا انا بوريها لكم بعد ما نشفت شويه، بمسكها كويس بايدي وكل واحده بوحدتها زي ما هي. بتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تدعموني بلايك، واللي لسه ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل زرار الجرس على اشعار الكل علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديده.